عقرب، وأهم طاقاتك أهم أحداثك يا عقرب في شهر فبراير، مفاجآتك مع شريكك أو مفاجآتك مع الشغل العمل. تعالوا نشوف الطاقة ونفتتح الطاقة ونقول بسم الله نبتدي. يلا يا عقرب، حط نواياك على الشخص دايما اللي في بالك علشان تاخد أهم المعلومات اللي انت نفسك تعرفها. خلينا نشوف أول حاجة نزلت في الطاقة العامة ليك يا عقرب. تأسيس شيء، بيت، فرحة، في حاجة مفرحة ليك بتبتدي في تأسيسها، زي مثلا تنشيط العلاقة ما بينك وما بين شريكك، زي تغيير وجهة نظر كنت انت متبنيها الفترة اللي فاتت مع شريكك، فبتأسس شيء جديد. حاجة اتغيرت جوه فبتتغير بره، فبالتالي بتبتدي انت تأسس شيء جديد مع شريكك وبينجح جدا. يعني نجاح هام جدا وظهور لقيمتك وقدرتك مع الشريك. اوكي، طيب، حل خلافات كبيرة كانت بينك وما بين شريكك يا عقرب. حل خلافات كبيرة كانت بينك وبين شريكك يا عقرب، واستبشر يا عقرب ان شاء الله خير. خلينا نكمل الطاقة العامة للعقرب، طاقة الحب. حب حب عندك طاقة حب بنطق، حب وسلام وأمان، مطمن، هادي، بتستعيد ثقتك بنفسك، بتستعيد ثقتك بقلبك، بتثق في حدسك، بتثق في إحساسك، مركز مع نفسك، حاسس إنك أنت لامس مشاعرك، قادر تفهم اللي بيحصل حواليك من غير أحكام، من غير أحكام. عندك طاقة حب كمان، قلبك مفتوح للشريك ومفتوح للآخر، وعندك طاقة احتواء للناس اللي حواليك أو من حولك يا عقرب. اوكي، خلينا نقول قرار تعب العقرب قوي ومش عارف ياخده ازاي، عمال حيران ما بين اعمل ايه في القرار ده. طب ايه اللي ممكن ينفعني وايه اللي ممكن يفيدني وايه اللي ممكن يكون الصح ليا؟ محيرك يا عقرب. طيب، قرار بخصوص مال، مشروع، بداية جديدة بتفكر فيها، غالبا هي بداية مالية، بس الحال مش مناسب معاك والوقت مش مناسب ليك. فبقول تاخد هدنة وتاخد نفس وتبتدي تشوف الوقت المناسب وتبتدي فيه يا عقرب، او حط خطوة حتى لو الوقت مش مناسب وشايف ان حالك وانت نفسك مش مستعد، مش على استعداد. يعني القدرة عندك والشيء عندك والموهبة عندك، وانك تقدر تعمل، بس انت حاسس ان انت لسه مش وقته، لسه اعصابك تعبانة، لسه كان في شد ما بينك وبين شريكك، كان في امور ما كانتش سوية، كان في حاجه ضغط عليك ابتديت اخد نفسي فمش عندي استعداد. ف هدوء على نفسك شويه يا عقرب، خد نفس وخلاص. ادام الفكره جات لك يبقى هتتعمل وهتاخد القرار المظبوط. خلينا نشوف، عندي فضول اني اعرف نتيجه هذا القرار ايه عليك يا عقرب لو انت خدته. ادام مفيش حاجه صدفه، هو طلع لنا في القرار نتيجته ايه عليك يا عقرب. بشوف ان انت القرار سوي، القرار كويس كانطلاقه ليك، بس انت مش عارف اخر الموضوع، يعني عارف بدايته بس مش عارف اخره، وده اللي بيعمل لك ازعاج. انطلاقه ليك في شيء مهم جدا انت نفسك تعمله، بس القرار ده انا بشوف ان هو محتاج تفكير اكتر، محتاج تاخد وقتك اكتر علشان لما تبتدي بداية تكون واثق من ذاتك اكتر واكتر. بس هو بالفعل قرار مناسب جدا وقرار كويس قوي وقرار بيخدمك، يعني في صالحك. يعني فكر فيه، خد وقتك وادرس الموضوع كويس قبل ما تاخد اي خطوة، بس هو في صالحك، يعني نتيجته كويسة حلوة، بس محتاج ان انت تستعيد الثقة بنفسك اكتر وفي قدراتك وفي مهاراتك يا عقرب. خلينا نشوف ان انت ضاغط على نفسك قوي، ضاغط على نفسك هذا الشهر، ضاغط على نفسك قوي يا عقرب مع حد، في موضوع، في حاجة عاطفية، في حاجة مالية، ضاغط جدا جدا. اخرج من الطاقة دي، ان شاء الله تخرج منها في شهر 2، ان شاء الله بتتخلى عنها في شهر 2 بإذن الله، تتخلى عنها. انا شايفة طاقة تخلي. على فكرة الضغط هنا في واو واو، لا ده انا هقول لك بالظبط ايه ده. الضغط هنا اللي انت فيه ده بخصوص
أسرة، شريك، حبيب، آه، حبيب، جواز، ارتباط، خطوبة، علاقة. الضغط هنا بيقول انك انت بعد الضغط ده بتتخلص منه. يعني انا شايفة ان الضغط اللي احنا طلع لنا الكارت ده هو اللي نزل لوحده. الكارت ده طلع لنا، اوكي، معناه ان انت ضاغط على نفسك قوي في موضوع، شادد انتباهك واخد طاقتك كلها. طيب ايه هو بقى اللي هيحصل؟ الضغط ده هيطلع ان شاء الله في شهر 2 باذن الله بانفراج. يعني في علاقه ممكن تبقى فيها كلام، تبقى فيها مبادره، تبقى فيها خطوات وفيها بدايات وفيها تاسيس. التاسيس اللي شفناه في اول القراءه، كارت التاسيس ده ممكن يكون تاسيس لعلاقه. لو انت قراءتك علاقه، لو انت حاطط نيتك على علاقه بيكون تاسيس لعلاقه. لو حاطط نيتك على حاجه ماليه ماديه بيكون القراءه بتروح لده، لان هي بتشير لك للطاقه، وانت الطاقه حاططها عاطفيا او ماليا. بس القراءه دي اللي انا بقوله ده يخص العاطفه اكتر. اوكي، بشوف ان في تصالح، توازن في العلاقه مع الحبيب، مشاركه، اندماج، عوده، عوده، عوده من حبيب غايب، من حبيب مبتعد. ففي عوده، في بدايه جميله رايقه، بداية حلوة. كارت الشمس بيطلع لما بيكون الحال هيتعدل لينا وهيكون لصالحنا وهيكون بيخدمنا، وهتكون الطاقة دي بتخدمنا قوي، بتفرحنا، بتدينا بداية جديدة، بتدينا أمل، بتدينا سعادة. أوكي، خلينا نقول إن عندك رسالة من حبيب بالسعادة، رسالة من حبيب بحاجة بتسعدك، بموقف بيسعدك، بيدعمك، بيسمعك، بيحسن وجهة نظره اتجاهك. بتستعيدوا فيه نفسكم تاني، بيبقى فيه مقابلة، بيبقى فيه حب، بيبقى فيه كلام، بيبقى فيه اتزان، توافق. يعني ايه؟ يعني ممكن تكون كنت في مشاكل وكنت مش عارف تتقابل معاه او مش عارف تكلمه او مش عارف، ما فيش مجال للكلام، بيكون في مجال للكلام وبيكون في مجال للتوازن او للرجوع او لم شملك مع حبيبك تاني. بشوف ان القراءة رايحة لإيجابية جدا. طيب خلينا نشوف طاقة المال ليك، نحط بقى النية على طاقة المال ونشوف طاقة المال عند العقرب أخبارها إيه. شهر 2 تغيير جذري، تغيير كبير جدا يا عقرب. تغيير من حال لحال، مرحلة بتنتهي لمرحلة أخرى. تغيير جذري من مرحلة لمرحلة. أوكي، تغيير جذري من مرحلة لمرحلة. من مرحلة كانت منتهك ماليا ماديا، بتصرف فلوس مش عارف بتوديها فين، احيانا الفلوس ما بتجيش اصلا، مشاكل مادية، مشاكل مالية، ديون، بتنتهي لتوازن فيها. بتطلع من دايرة الاحتياج شوية المالي او التشتت المالي لدايرة تحقيق الامنيات او الاتزان، او في حال الاتزان. بص، الاتزان ما بين المادة والروحانيات، وما بين الاتزان المادي، الاتزان المادي. تخرج من طاقة الفقر والاحتياج للاتزان المادي. اتزان مادي يعني مش شرط يكون الكنوز هتقع من عليك في السماء، لا، بس تحسن في الحالة المادية. زي ما بنقول كده بتفرج، يعني بتتغير، بتتحسن. اوكي، خلينا نقول بسم الله. ناخد الناس اللي عندها انفصال، ممكن في شهر 2 شهر الحب يكون في تواصل. حطوا النية معايا ويلا نشوف. في تواصل، في تواصل، في تواصل ما بين حبيب وحبيب. الطاقة عالية قوي وبتقول ان شاء الله في تواصل. طيب خلينا نقول ما خدناش كارت لحبيبك، هو شايفك ايه الفترة دي او هيشوفك ايه في شهر 2 يا ترى؟ لسه حبيبك، بص، لسه حبيبك شايف ان انت بتقول قرارات وبتقول كلام مش قده، ولسه حبيبك شايف ان انت شاكك فيه وغيران وشاكك فيه. تخلص من الطاقة دي. بس بيشوف ان انت روحانياتك اتغيرت وظهر عليك تغيرات هو حاسسها وشايفها، بس شايفك ان انت بتراقبه، شايف ان انت بتراقبه. ياه عقرب، قراءة العقرب كانت جميلة، يا رب تكون القراءة وصلت لكم. لو محتاجين قراءات خاصة تواصلوا على الرقم اللي موجود في البايو، أو على الرقم الموجود في القناة لتوضيح أكتر.